السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيه الحاجة اللي لو عملتها قبل ما أنام أكون من أهل الجنة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هي مش حاجة واحدة، إن هما حاجتين لو عملناهم إن شاء الله سبحانه وتعالى نكون من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة الأولى إن احنا كل ليلة قبل ما ننام نقول دعاء سيد الاستغفار، ولما نقوم من النوم مع أذكار الصباح بعد صلاة الصبح نقول برضو سيد الاستغفار، يقولوا مرة بالليل ومرة في الصباح. إيه هو دعاء سيد الاستغفار؟ ورد في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك يعني أعترف لك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة. ومن قاله بالنهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. يعني إيه موقنا به؟ يعني موقنا بكل كلمة جاءت في هذا الحديث. يعني لما أقول اللهم أنت ربي يبقى أنا ماليش رب غيرك يا رب، لا إله إلا أنت، أنت اللي خلقتني وأنا عبدك يا رب، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لأن ربنا من كمال رحمته قال فاتقوا الله ما استطعتم. وبعدين بقول بعدها أعوذ بك من شر ما صنعت، سامحني يا ربي، أنا بستعيذ بك يا رب من أي عمل أنا أكون عملته يكون ما يرضيكش يا رب العالمين. وبعدين أبوء لك بنعمتك علي، بعترف يا رب بنعمك التي لا تعد ولا تحصى، وأبوء بذنبي، يعني زي ما بعترف بنعمك علي بعترف برضو أن أنا صاحب ذنوب وتقصير، وأبوء بذنبي، في النهاية فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كلام كله استسلام وتفويض إلى الله وتوكل على الله وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فلما نقول سيد الاستغفار مرة بالليل مرة الصبح إن شاء الله، ونموت في أي يوم بقى، ما احنا قايلينه بالليل وقايلينه بالنهار، في أي لحظة بقى نموت إن شاء الله نكون من أهل الجنة. الحاجة التانية اللي هنعملها قبل ما ننام برضو في أي وقت بقى من بعد صلاة المغرب أو من بعد صلاة العشاء، في أي وقت قبل ما ننام نقرأ سورة الملك اللي هي سورة تبارك الذي بيده الملك. ورد فيها أكثر من حديث، تمام، وبعض أهل العلم ضعفوا الأحاديث، لكن سيد علماء الحديث في هذا الكون العلامة الألباني، ولما أقول لك العلامة الألباني ما تسألش حد تاني، خلاص انتهى الموضوع، لأن ده أعلم من رأينا في علم الحديث رحمه الله رحمة واسعة. فالعلامة الألباني مصحح حديث سورة الملك، ويعني أورد في ذلك 3 روايات، محسن روايتين ومصحح رواية بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة، ما قالش المخففة، قال هي المانعة من عذاب القبر. وفي رواية عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. الله أكبر! في 5 دقايق يا حبايبي بفضل الله سبحانه وتعالى تضمنوا الجنة إن شاء الله بقراءة سورة الملك سورة تبارك، تمام، وبقراءة سيد الاستغفار. هم دول الحاجتين اللي لو عملناهم قبل النوم ومتنا في تلك الليلة أو متنا في اليوم التالي بفضل الله سبحانه وتعالى نكون إن شاء الله من أهل الجنة. سورة الملك نقرأها قبل ما ننام، وسيد الاستغفار نقوله قبل ما ننام، ومع أذكار الصباح. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.